جروبات بيع العربيات بقى. إيه يا جماعه، العربيه فابريكا بره وجوه بالكامل، رشه جنبين وسقف. تعالى بس مش هضربك. ده يعني ايه رشه جنبين وسقف؟ امال ايه اللي فابريكا بره وجوه؟ هو اي كلام في اي، يعني ايه؟ يعني ايه رشه جنبين وسقف؟ امال مين اللي فابريكا بره وجوه؟ يعني مش فاهم. يعني انت فاهم انت بتقول ايه؟ يعني ايه حد ينزل اعلان يقول لك العربيه فابريكا بره وجوه ما عدا السقف والدواخل والجنبين والكبوت والسقف امال ايه اللي فابريكا في العربيه؟ ولا هي في خيالك فابريكا ولا ايه؟ ولا واحد يكون منزل عربيه عامله حادثه وعايز يبيعها على منظرها ده ويكتب العربيه فابريكا بالكامل قبل الحادثه. طب انا هعمل بيها ايه فابريكا بالكامل قبل الحادثه؟ يعني الحمد لله على كل شيء ماشي، حادثه دمرت العربيه، فانت عايز تبيع العربيه على المنظر ده، فالعربيه بقى هتغير نص وهتعمل وهتسوي وبتاع وهيبقى اسمها معيوبه بعد ما تتصلح. انا اعمل ايه بكلمه فابريكا بره وجوه؟ هعمل بيها ايه؟ هي العربيه خلاص بقت معيوبه، هتتعمل مش هتتعمل بقت معيوبه. ايه لازمه كلمه؟ ليه الناس كلها بتحط كلمه فابريكا بره وجوه في عربيه ما تستحقش ان يتقال عليها ان هي فابريكا بره وجوه؟ يا جدعان، في كلمه فابريكا بره وجوه دي معناها ان انت بتبيع عربيه بحاله الجديده. يعني عربيه انت جبتها جديده وقعدت معاك شهرين 3 4 سنه سنتين وانت محافظ عليها بنفس الحاله اللي انت اشتريتها بيها من المعرض. عشان كده انا جا اقول دي فابريكا بره وجوه يا جدعان، انا ببيع عربيه بحالتها زيها زي اكنها جديده بالظبط. ساعتها اتكلم بقلب جامد ان هي فابريكا بره وجوه وابقى فاتح صدري. لكن ايه ده؟ لكن ايه واحد يكون معاه عربيه معاها 20 سنه ورشه ده ورشه ده ورشه ده ومغيره ده ومخبوطه هنا فابريكا بره وجوه رشه جنبين ورشه سقف ومخبوطه خبطه في الشنب ومخبوطه خبطه في، يا عم الحاج ما كلمه فابريكا بره وجوه دي برضو لها حسابات، انت ما بتلعبش معايا العبيط. وبعدين تيجي تكتب الاعلان، تكتب كل مواصفات العربيه، بتبيع عربيتك وتكتب كل مواصفات العربيه، وتيجي عند السعر لا السعر عيب، حاجه حرام. احنا يعني السعر كده ان شاء الله نشوف كده، نتقابل انا وانت مع بعض، نقعد مع بعض كده في حته رايقه نتكلم، انا اشوف عيلتك انت تشوف عيلتي، اشوف كده انت مستواك العائلي او مستواك المادي او مستواك في الكلام السياسي كده، ان انت بتعرف تتكلم ولا لا، يناسب ان انا اقول لك سعر للعربيه بتاعتي ولا لا. بس بعد ما نقعد مع بعض ونتعرف على بعض كده وتيجي بيتي واجي بيتك وبتاع وكده وتعزمني على محشي، وبعد كده نشوف هقدر اقول لك سعر العربيه ولا هفضل مخبي عليك شويه. يا جدعان ما تكتبوا سعر العربيه على طول يا عم. يا عم ان شاء الله تكون تلف في العربيه مليون جنيه وهي ما تسواش 50,000. انت حر يا عم، اللي عايز يشتري منك هيشتري، اللي مش عايز يشتري منك عنه ما شاف البوست. اكتب زي ما كتبت المواصفات كلها كده وتعبت نفسك وكتبت ان هي جايب لها كاوتش من 20 سنه، وان هي مش عارف لونها ايه، وان فيها فرش جوه شكله عامل ازاي، وان انت مركب لها سرينه جوه بتزمر، وان فيها مروحه جوه بدل التكييف، وان السقف بتاعها بينقط زيت، وان الشنطه بتاعتها مش عارف بتعمل ايه، وان بتروحي بيها المصيف بتخلي الرمله تطلع الوان. كل المميزات اللي انت بتقعد تكتبها فيها عشان تحليها دي، معلش طلع على نفسك. وفي الاخر كده اكتب السعر، والله اللي هيشوف ان السعر ده مناسب على قد الفلوس اللي معاه هيتصل بيك ويقابلك ويشوف العربيه. لكن ايه اللي انت مش ليه منزل اعلان وتعب نفسك كل ده وفي الاخر مش كاتب السعر؟ اعمل بيه ايه انا؟ ناس كتير قوي بتكسل تتصل، عارفه ان انت لما ما كتبتش السعر يبقى انت طالب سعر في العربيه مبالغ فيه. عربيه تسوى 100 اكيد هم اكيد عارفين ان انت طالب 300، فمحدش هيكلمك. يا عم اكتب السعر يا عم واللي هتناسبه يتصل بيك، بلاش شغل الغاز ده. سعر على الخاص يعني ايه؟ لما اخش على الخاص ما انت هتقول لي السعر، طب ما انا ممكن ابقى رخم واخد منك السعر على الخاص اروح حاطه على الجروب واضايقك. اكتب السعر يا عم، واللي عاجبه العربيه يشوف الصور ويكتب ويشوف المواصفات وهيكلمك وهيشتري منك العربيه ويلا مصلحه، بدل الشغل ده.